آدم عليه السلام هو أول مخلوق على وجه الأرض، وأول إنسان كرمه الله ونفخ فيه من روحه، وكان آدم نبي من أنبياء الله تعالى، ويمثل بنيه على مر التاريخ إلى أن يرث الأرض ومن عليها بكل نوازع الإنسان. وفي السطور التالية سنحكي قصته بصورة تفصيلية. كان الله ولم يكن قبله شيء، وأول ما خلقه كان القلم ثم اللوح المحفوظ، فكتب القلم عليه، ثم بعد ذلك جاء خلق الخلائق وخلق السماوات والأرض وإلى ما ذلك. أما ترتيب خلق المخلوقات فوفقا للأحاديث النبوية أن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروب الأذى والجراثيم يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة، فكان هو آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر والمغرب. خلق الله سبحانه وتعالى قبل آدم الملائكة، وهي كائنات نورانية تسبح بحمد الله وتستغفره دائما. وجاء في الحديث الصحيح أن الملائكة خلقت من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لهم. وجاء بعد الخلق الملائكة خلق الجن من مارج من نار. وفي القرآن الكريم يقول إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. ويقول الله: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وهذا أصل خلق الجن، وإبليس لعنه الله من الجن. وجاء في الآية: إن إبليس كان من الجن. ويقول الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. كان الجن يسكن الأرض فسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم جند من الملائكة فقاتلهم قبل خلق آدم ب2000 عام، وطردوهم إلى جزائر البحور، وهذه مراكز الجن الرئيسية في تلك الأماكن. وجاءت الأحاديث الشريفة تشير إلى أن إبليس له عرش، وعرشه على الماء في مكان ما على الأرض. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتبدأ القصة في خلق آدم قبل خلقه بحوار سماوي عظيم بين الرب سبحانه وتعالى والملائكة عليهم السلام، كما جاء في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي مخلوقات تتكاثر في الأرض واحدا تلو الآخر، وتحكم الأرض وتعمرها. والجن أقل شأنا من أن يعمروا الأرض، وأقل عقلا من أن يعمروا الأرض. يقول العلماء عن الجن: أعقلهم بعقل صبي عمره 10 سنوات. وتساءلت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. والملائكة لم تقل ذلك على وجه الاعتراض، فالملائكة لا تعصي الله عز وجل، بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقد قالوا ذلك على وجه الاستفسار بعدما رأوا من صنع الجن في الأرض بعدما أعطاهم الله الخيار لذلك. خافت الملائكة من أن يفسد في الأرض بنو البشر، وخاف الملائكة من أن يكونوا قصروا في عبادة الله عز وجل، ولذلك جاء في كلامهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني وكأنهم يقولون: هل قصرنا؟ ورد الله على الملائكة قائلا: إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا تحدثت الملائكة بينهم وقالوا: يخلق ربنا ما شاء، فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم. ولما أراد الله خلق آدم أمر بتربة من الأرض فرفعت إليه، وفق الحديث الصحيح أن الله خلق آدم من قبضة
قبضها من جميع الأرض بواسطة الملائكة، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، وجاء منهم الخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك، فاختلاف البشر في أشكالهم وألوانهم وطبائعهم هو أصل الاختلاف الأرض بخلقتها. وفي البداية كان بنو آدم تراب ثم طينا، ويقول الله: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، والطين هو التراب المبلل، ثم بلت الطين أكثر فبدأ هذا الطين يتلاصق، ثم شكله الله سبحانه وتعالى بيديه الكريمتين، وجاء هذا في الآية: بما خلقت بيدي، ولم يوكل الله خلقه للملائكة، وإنما بنفسه عز وجل، فشكله في صورة تمثال، وترك هذا الطين مدة فصار صلصالا أسود مصور كالفخار، ثم ترك حتى صار صلصالا وأسود لونه مع جفافه، وصار كالحمأ المسنون، أي الأسود الذي يوجد به آثار الرماد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وفي الحديث الشريف: ترك الله آدم ولم ينفخ فيه الروح. ولما رأى إبليس خلق آدم الأجوف عرف أنه خلق لا يتمالك، أي ليس به قوة وفارغ من الداخل، ثم إن الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه الصورة. الأحاديث النبوية تقول أن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص منذ ذلك الزمان، وأهل الجنة كلهم في طول آدم يدخلون الجنة بهذا الطول إن شاء الله. ومرت الملائكة على آدم وهو مخلوق من صلصال، وفزع إبليس من صلصلة الجسد لأنه فخار، فيقول إبليس: لأمر ما خلقت، ثم يدخل من فمه ويخرج من مؤخرته، وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. تعجب آدم من خلق آدم، ومن أولها وقعت العداوة عنده ضد آدم عليه السلام، ثم نفخه الله تعالى الروح في آدم. وفي الحديث عن تفصيل نفخ الروح في آدم عليه السلام: فلما نفخ فيه الروح ودخل الروح في رأسه فعطس، فقالت الملائكة: قل الحمد لله. فقال الله عز وجل: رحمك ربك، أي قبل أن تكتمل الروح في آدم نزلت عليه الرحمة. فلما دخلت الروح في عيني آدم عليه السلام فنظر إلى ثمار الجنة، فلما وصلت الروح إلى جوفه اشتهى الثمار، وقبل وصول الروح إلى رجليه اشتهى طعام فوثب، وقبل بلوغ الروح رجليه تعجل إلى ثمار الجنة، ومسح الرب على ظهر آدم، فخرج من ظهريه ذريته إلى يوم القيامة. ولما خلق الله آدم أمر الملائكة وإبليس بالسجود إلى آدم، وكان آدم في منزلة الملائكة ولم يكن منهم. يقول الله: ولقد خلقناكم وصورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما عصى إبليس رد عليه الله بعقوبة أخرجه من الجنة، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، إنك من الصاغرين. قال: انظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذموما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منهم أجمعين.
وفي آيات أخرى يحكي الله عز وجل رد فعل إبليس حينما خلق الله آدم وأمر بالسجود له: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لما وقف آدم بعد نفخ الروح قال الله تعالى له: ائت هذا النفر من الملائكة، فذهب إليهم وقال: السلام عليكم. وكان يتحدث اللغة العربية، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فقال الله له عز وجل: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. وفي القرآن الكريم يثبت أن آدم كان رجلا عالما، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني أن الله عز وجل عرض الكائنات على الملائكة وسألهم عن أسمائها فلم يعرفوا، فأجاب آدم عليه السلام بالعلم الذي أعطاه الله له، وبالتالي أكد الله لهم أن آدم أعلم منهم وأكرم منهم، وكان السجود له سجود تكريم وليس سجود عبادة. عاش آدم عليه السلام في الجنة، ولكن شعر بالوحدة وأصابه الضجر. وفي أحد الأيام بينما هو نائم أخذ الله سبحانه وتعالى ضلعا من أضلاعه من جهة اليسار فشكل منه أول أنثى بشرية وهي حواء. لما أفاق آدم عليه السلام وجد بجواره حواء فسألها: من أنت؟ فقالت: امرأة. فقالت: لما خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. فسأل الملائكة آدم: ما اسمها؟ فقال: حواء. قالوا: لما سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. وحواء كانت أجمل امرأة خلقت من النساء في العالم أجمع. سكن آدم عليه السلام الجنة وأتاح له بأن يأكل ويعيش حياة مترفة هو وزوجته حواء، لكن محظور عليهما تناول شجرة معينة. وحذر الله سبحانه وتعالى آدم من أن إبليس عدو له ولزوجته، يريد أن يخرج آدم وحواء من الجنة التي لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يعطش حتى بمقدمات العطش. وعندها بدأت وسوسة إبليس لآدم، وكان مسموح لإبليس أن يدخل الجنة من أجل الوسوسة، وهذه الوسوسة تمت بأن يطعمهما بأن هذه الشجرة هي شجرة الخلد والملك. ولما أكلا من الشجرة سقطت ملابسهما وظهرت عوراتهما، واستحى آدم واستحت حواء، فأسرعا يقطعون ورق الجنة ويضعونه على جسمهما، وفر آدم وبدأ يجري. وهنا ناداه الله عز وجل وقال له: يا آدم أتفر مني؟ فقال: لا يا رب، ما فررت منك، ولكن استحياء أن تراني بهذا الحال عار وعاصي. وأول من أكل من الشجرة حواء، وهي من طمعت آدم ليأكل من الشجرة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، فهي التي جعلته يعصي. وقال لهم الله إنه نهاهما عن أكل تلك الشجرة، فاستغفروه فغفر لهما بعدما قالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن قرر أن ينزلوا الأرض ويعيشون فيها،
وآيات القرآن الكريم تشرح ذلك. نزل آدم في الهند ونزلت حواء في جدة، واجتمعا في عرفات بمكة المكرمة، ثم بث الله عز وجل البشر. ويروي الطبري أن حواء ولدت لآدم 40 ولدا في كل بطن ذكر وأنثى، وأولهم قابيل وأخته كليمة، وآخرهم عبد المغيث وأخته أم المغيث. وبدأ البشر يكثرون ويتناسلون، وكان نبيهم آدم عليه السلام، وكان الذي يعلمهم الدين، وكانوا جميعهم موحدين، فكان الناس أمهم واحدة ولم يكن بهم أي مشرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول الرسل آدم، ونبي مرسل خلق الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم كلمه قبلا، أي بدون واسطة أو وحي. وحينما هبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء، وبالتالي نزل عالما ومكسي يعرف طرق الصناعة الرئيسية، صناعة الحديد والنار والخشب والمنسوخات وغيرها، من أول خلق على عكس ما يقوله البعض. عاش آدم 1000 عام، ومن أوائل أبناء آدم قابيل، وذكر الله سبحانه وتعالى قصة قابيل مع أخيه هابيل في كتابه الكريم. والقصة أن قابيل كان في طبعه خشونة وشدة، وأما هابيل فكان فيه ليونة ورقة. وكان قابيل يعمل في الزراعة، أما هابيل فكان يعمل في رعي الغنم. وهذه المسألة تحتاج رحمة وعاطفة بالحيوان، وكانت البشرية محتاجة إلى قانون مختلف لتتناسل. اليوم محرم الزواج من الأخت، لكن وقت آدم الأمر كان مختلف. الشريعة وقتها كان قابيل يتزوج أي أخت من أخواته إلا التوأم التي ولدت معه، وكذلك هابيل كان متاحا له الزواج من أي أخت من أخواته إلا التوأم. وكان أخت هابيل مقربة إليه، لكنها كانت أقل جمالا من أخت قابيل، فما أحب قابيل أن يزوج أخته الجميلة لأخيه، وكان يريد أن يتزوجها، ولكن كان ذلك محرم، وشدد آدم على ذلك. كان آدم نبي رسول له شرع وقوانين، فغضب قابيل من شريعة آدم. وكان هناك شريعة تقدم القرابين، وهي كانت هدية تهدى إلى الله سبحانه وتعالى، وهي ذبيحة توزع على الفقراء أو الطيور. وكانت لهم علامة بقبول القربان، وهو أنه تأكله النار، والذي لا تأكله النار غير مقبول، أي تأتيه صاعقة أو لا تأتيه. وفي اليوم تقديم القرابين اختار هابيل أفضل المواشي وقدمه قربان لله سبحانه وتعالى، أما قابيل فجاء بزرع نتن وقدمه قربانا. فلما جاءوا في اليوم الثاني وجدوا أن قربان هابيل قد قبل، وقربان قابيل لم تمسه النار، فازداد حنق قابيل على هابيل، ووسوس له الشيطان فقال له: اقتل أخاك، فعزم على ذلك. فذهب قابيل إلى هابيل وقال: أنا سأقتلك. فرد عليه هابيل وقال: إنه لو قتله لن يقتله، وستكون مع آثامك التي تفعلها تزداد إثما بقتلك لي فتتحمله. وفعلا في ليلة سوداء بينما كان هابيل نائما جاء قابيل بصخرة فهشم بها على رأسه. احتار قابيل ماذا يفعل بأخيه، لأنها كانت المرأة الأولى التي يموت فيها أحد من بني البشر. ثم حمل جثة هابيل على ظهره وبدأ يمشي ولا يعرف ماذا يفعل. وبينما هو كذلك إذ أنزل الله سبحانه وتعالى غرابين، فتقاتل الغرابان فقتل أحدهم الآخر، ومات الغراب أمام نظر قابيل. ثم الغراب الحي بدأ يحفر بالتراب، ودفع بجثة الغراب الميت ودفع عليه التراب، فتعلم قابيل من التراب كيف يدفن أخاه، فحفر في الأرض ووضع هابيل في التراب ووضع عليه التراب. وأصبح هابيل نادما كيف فعل ذلك ولم يستغفر الله سبحانه وتعالى،
والتوبة النصوح تحتاج طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. بعدما قتل قابيل هابيل هرب من أبيه آدم وأخذ زوجته وعاش في السهول، وكان آدم يعيش بالقرب من الجبال، وانقطع قابيل عن آدم وبدأت تتناسل ذريته وانتشرت بينهم الفواحش، وما عبدوا غير الله لكنهم خالفوا التعاليم التي يقولها آدم، وحل الفساد في بني قابيل. وانقسم الناس صنفان: أهل الشر مع قابيل، وأهل الخير مع آدم وأبنائه. وعاش آدم 960 سنة، وكان عمره 1000 سنة، لكن أخذ من عمره 40 سنة في أحاديث نبوية كثيرة أنه لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها سبحانه من ذرية آدم إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم بياضا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا من بين هذه الذرية فأعجبه وبيض ما بين عينيه، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. الله بقدرته فعل ذلك، فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال لملك الموت: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها لابنك داود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جحد فجحدت ذريته، ونسى فنسيت ذريته، وخطأ آدم فخطأت ذريته، أي إن آدم لم يفعل ذلك عمدا ولكنه نسى، ولذلك سمي إنسان لأنه كثير النسيان. ومات آدم عليه السلام، ولقصة دفنه قصة، ذلك أنه قبل أن يموت عهد إلى شيث ابن آدم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى بعد مقتل هابيل، وشيث معناه هبة الله، بعدما حزن آدم حزن شديد. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل 100 صحيفة و4 صحف، أي عدد الصحف المرسلة من الله 104، أنزل منها على شيث 50 صحيفة، يقصد شيث ابن آدم، وكان بها شرائع وتنظيم. وعلم آدم الشيث معظم العلم الذي عنده، لكن لم يستطيع الحصول على جميع العلم. وفي الحديث النبوي إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه قبل أن يقبض: إني أشتهي من ثمار الجنة. قال: فذهبوا يطالبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم الأكفان والحنوط ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، يعني أدوات الدفن والتجهيز الميت. فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ فقالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقال لهم: ارجعوا فقد قضى أبوكم. فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت لآدم، فقال: إليك عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل. فقبضه ملك الموت وغسلته الملائكة. وصلى الملائكة على آدم صلاة الجنازة ودفنته، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا لبني آدم: يا بني آدم هذه سنتكم. ومات آدم عليه السلام بعد حياة كلها طاعة لله عز وجل، ولم يعصاه إلا مرة واحدة حينما أكل الشجرة، ولم يعص الله غيرها أبدا طيلة حياته على الأرض، وهو أسوة وقدوة. وحواء تموت بعده ب1 عام.